السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير واحسن حال يا رب العالمين. النهارده بقى الفيديو بتاعنا تورتايه كانت جايه لي اوردر وانا حبيت ان انا اشاركها معاكم. انا بحب اشارك معاكم الحاجه اللي بتجي، لو كان عندي اوردرات بشاركها معاكم، لو في روتينات في البيت بشاركها معاكم، عايزه تنظيفات عميقه حاجات من دي فبشارك كل حاجه معاكم. فالنهارده بقى كان عندي التورتايه القمر دي عسولة ورقيقة، وانا بحب اصلا الحجم ده وبقى مطلوب كتير لانه سعره مناسب وفي نفس الوقت بيكفي عدد حلو جدا، وتورتايه اسمها تورتايه. بالنسبة للاسعار فانا اصلا يعتبر انا ما باخدش مكسب ليه خالص خالص، ممكن 10 او 15 جنيه ان اتبقى كمان. لان انا لسه يعني بادئه اعمل لناس من بره، كنت كل يعني بعمل مناسبات شخصيه هدايا كده، فلسه بادئه اعمل لناس بره، فعشان كده فبعمل الحاجه مش باخد فيها حاجه اصلا، فبيبقى تمن بتاعها معقول خالص. وبالنسبة للتكلفة بتاعتها فحقيقي انا ما باخدش فيها، ان ممكن اخد 10 جنيه ان بقى كمان ليه. فدي معمولة بربع كيلو دقيق سبونج وثلاث بيضات وربع كوباية من المية ومقلعة صغيرة من المحسن الجل ومقلعة من الخل، وطبعا رشة من الفانيليا السايلة، وبضربها بالمضرب حوالي 10 دقايق لان المضرب بتاعي يعني تعبان شوية، حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة، وبعدين لحد ما يتضاعف حجمها وبحطها في حلة مقاس 18، بغلفها طبعا بورق زبدة وبحطها على درجة حرارة 180 حوالي 3/4 ساعة وبغطيها واشتغل فيها تاني يوم. الكريم شانتيه بتاعي بجيبه كريم شانتيه خام، وبحط ليه سكر بودر، وبحط كريم باستري مقلعه او مقلعتين، او كريمه لباني بودر برضو مقلعه او مقلعتين عشان يدسم لي الكريم شانتيه. بحط نقطه كده من الفانيليا السايله بتدي برضو طعامه كده. بالنسبه بقى لكيكه الشوكولاته دايما بحب ان انا يعني في الحشو اعمل كريسبي شوكولاته، احشي بكريسبي شوكولاته، احشي بجناش شوكولاته. في ساعات لو متوفر مكسرات او مطلوب مكسرات بحشي مكسرات. فكل ما الحشوات بتختلف وبتزيد طبعا بيزيد الثمن بتاعها لان دي حاجات مختلفه. وبالنسبه بقى للكريم شانتيه ضفت عليه مقلعه من اللي هي النوتيل السايله اللي بتدهن دي، يعني بتاعت السندوتشات، عشان تديها كده طعامة وتديها برضو اللون، لان ما كانش عندي الكاكاو الخام اللي انا اعمل بيه الكريم شانتيه. جبت شوكولاته قالب اللي هو الشوكولاته السما، التورتايه دي اخدت معايا قالب شوكولاته كامل. فطبعا كل ما بيزيد الشوكولاته وبيزيد الحاجات اللي بره والحاجات التزيينات دي طبعا بيزيد تمن التورتايه، لان دي حاجات بتبقى مختلفه واسعارها مختلفه وبنجيبها زياده. فهي كانت اللي طالباه مني عايزه صور من الشوكولاته، فانا عملت صور الشوكولاته ده بقوالب بورق ترانسفير اللي هو العادي خالص، كان فيه رسومات، شلت الرسومات وصبته فيه. وانا صورته لكم قبل كده وعملت الصور، طبعا ما كفاش كله ففاضل حته فسبتها كده من سبت الحته اللي قدام دي قلت اعملها اي تزيين. تمام. بالنسبه للجناش بتاعي انا جبت مقلعتين من الكريم شانتيه، حطيت عليهم مقلعتين او 3 مقلع بالظبط من الميه او ممكن اللبن لو متوفر، وحطيت نص القالب بتاع القالب السما ده وقلبته. يعني قلبته، قلبت الكريم شانتيه والميه اول لحد ما غلت، وبعد كده قمت طفيت ونزلت بقى بالشوكولاته وبدات ان انا اقلبها على يعني خلاص بعد ما طفيت كده عشان ما تتلطعش معايا، لحد ما عملت الجناش بتاعي بقى القوام بتاعه جميل جدا جدا. وسبته كده اما هدي. اهم حاجه وانت بتصبي الجناش على التورتيه بتاعتك تكون التورتيه بتاعتك متلجه مجمده بارده جدا، عشان الجناش يمسك ويربط كده وما يسيلش بسرعه. الدربات طبعا انا اللي كنت قصدها عشان يعني ايه تنزل كده في الحته اللي ما فيهاش السور بتاع الشوكولاته. بالنسبه بقى للشوكولاته شبه الفلوس دي بتتباع عند مستلزمات الحلواني سايب، بتجيبي باي تمن انت حباه يعني. كنت حاسه كده التورتيه عايزه حاجه تلمعها، فجبت دست دهبي بقى وحطيت عليه شويه ميه صغننين، ولو انت بقى ايه الشوكولاته بتاعتي ادت شكل حلو ولمعتها كده شويه. طبعا لو متوفر عندك ورق الذهب بتبقى جميله جدا برضو بخليها شكله حلو. وده كان الاوردر بتاعي النهارده، والتورتيه بتاعتي النهارده تورتيه سهله وبسيطه وجميله وطعمها حلو. بحب قوي تورتات الشوكولاته. وكنت على فكره اول ما بدات ان انا اشتغل في التورتات كان عندي بقى ان انا اعمل تورتايه عليها جناش شوكولاته، دي بالنسبه لي يا مش قادره هعيط، مش كنتش بعرف اعملها، ما كانش الجناش بيظبط معايا خالص. كان بيسيل وبيبقى صعب. بس كده يكون الفيديو